السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رجعنا لكم تاني في حلقة جديدة معانا في كورس القواعد الشامل على قناتنا على اليوتيوب مستر أحمد أبو سمرة. مع بعض بنكمل الكورس الخاص بينا. انتهينا المرة اللي فاتت في الحلقة اللي قبلها تقريبا الحلقة رقم 14. انتهينا في الحلقة ال 14 بشرح الموديل فيربس اللي هي الأفعال الناقصة. هنراجع بسرعة مراجعة سريعة على الأفعال الناقصة حالا ونبدأ نحل عليهم بإذن الله. وإن شاء الله لما يكون الموضوع بسيط علينا بإذن الله، ونبدأ مع بعض بعد الحل مباشرة في شرح الباسيف فورم والاكتف فورم او الباسيف فويس اللي هو المبني المجهول والمبني المعلوم. طيب معانا هنا صفحه 153، ده بدايه تقريبا الحل على الموديل فيربس اللي هي الافعال الناقصه. بس احنا عايزين نبص بصه سريعه كده على اللي احنا خدناه المره اللي فاتت في الافعال الناقصه. بسم الله الرحمن الرحيم. معانا صفحه 154 مش 153، 154 اول الموديل فيربس اللي هي الافعال الناقصه. زي ما انتم شايفين كده كنا شرحنا المره اللي فاتت، شرحنا اتكلمنا عن should بمعنى يجب أن أو ينبغي أن تستخدم للنصيحة وإعطاء الاقتراح أو لإبداء رأي اقتراح وخلافه. عندنا كمان لطلب نصيحة، لعمل اقتراحات، لإبداء الرأي الشخصي. ده بالنسبة لكلمة should، والنفي بتاعها كلمة shouldn't. بعد كده خدنا مع بعض should و shouldn't have ذات تصريف ثالث، وقلنا بنستخدم الندم على شيء حدث في الماضي أو اللوم. تمام. عندنا كمان بتساوي ought to برضه have ذات تصريف ثالث أو could have ذات تصريف ثالث زي ما انتم شايفين كده. نبدا نجيب القلم بتاعنا بالشكل ده. معانا زي ما انتم شايفين اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. ماشي. بعد كده اتكلمنا عن shouldn't و oughtn't couldn't have ذات تصريف ثالث، اللي هو shouldn't او oughtn't او couldn't برضه بتستخدم للصيغه المنفيه للتعبير عن اللوم او الندم. ومن المفترض ان الحاجه دي ما كانتش مثلا تحصل. بعد كده رقم 2 اتكلمنا كمان عن may وmight، وقلنا ان may بمعنى ربما وmight برضه بمعنى ربما، بس عندنا may للتعبير عن حدث مرجح حدوثه، لكن might بالتعبير عن حدث امكانيه حدوثه في المستقبل ضعيفه مثلا. تمام. يبقى ده بنعبر عن احتماليه حدوث شيء في المستقبل. كمان may او might بيستخدموا للتعبير عن الطلب، بيستخدموا كمان لاعطاء اذن والسماح للقيام بشيء. بعد كده معانا may او might او could have ذات تصريف ثالث، بيستخدموا للتعبير عن احتماليه حدوث شيء في المستقبل. ولاحظ معانا ان could have ذات تصريف ثالث تستخدم في صيغه الاثبات فقط، ولها استخدامين. could have ذات تصريف ثالث ليها استخدامين. اول استخدام التعبير عن استنتاج ضعيف. هعبر عن استنتاج ضعيف لكن في الماضي. ازاي استنتاج ضعيف في الماضي؟ يعني استنتاج غير مؤكد. يعني مثلا انا بستنتج فلان ما جاش مثلا الدرس الحصه اللي فاتت ليه؟ قلنا ان هو مثلا لا اما كان خالع من الدرس، لا اما ان هو كان تعبان، لا اما ان هو نسى ميعاد الدرس، لا اما. فعندنا اكثر من استنتاج، وكل الاستنتاجات استنتاجات ضعيفه طول ما انا مش متاكد منها. فساعتها انا بستخدم الاستنتاج ده في التعبير عن استنتاج في الماضي، بستخدم كود زائد تصريف ثالث. للتعبير كمان عن عدم قيام الفاعل بشيء رغم أنه كان يستطيع فعله. وقلنا مثال عندنا مستر أحمد could have traveled by train، إن مستر أحمد could have traveled by train يعني كان يقدر إن هو يسافر بالقطار but he preferred ولكنه فضل أن يأخذ الأتوبيس. بعد كده رقم 3 معانا الفعل كان could be able to للتعبير عن الاستطاعة، يعني كان تستخدم للتعبير عن الاستطاعة في المضارع، وكود تستخدم للتعبير عن الاستطاعة في الماضي. وعندنا كمان be able to، وبي دي بتتغير زي ما قلنا المره اللي فاتت، ممكن تبقى am، ممكن تبقى are is وهكذا. am with او are. يبقى التعبير عن القدره في المضارع نستخدم كان زائد فعل في المصدر، او am with او are able to زائد فعل في المصدر. او عندنا للتعبير عن عدم القدره can't، او للتعبير عن عدم القدره قلنا am not او isn't aren't able to زائد فعل مضاف له زائد فعل في المصدر. كمان عندنا هنا كمان كود تستخدم أيضا للتعبير عن القدرة في المضارع، لكنها تعني أن الفاعل لديه القدرة على قيام بالفعل لكنه لا يفعل ذلك. يعني أنا أقدر مثلا أن أنا أتبرع للفقراء، وأنا أقدر أستطيع التبرع للفقراء أو أستطيع أن أعطي المال للفقراء ولكنني لا أفعل ذلك. You could do much more to help poor people. برضه هنا مثال بقول لك you could do much more، أنت تقدر تستطيع أو تقدر إنك تستعمل كتير، تعمل حاجات كتير لمساعدة الناس الفقراء in your town. طبعا معنى ان انا استخدمت هنا كود زائد فعل في المصدر وانا اصلا في المضارع، معنى كده ان انا بعبر عن شيء انت تقدر تعمله لكنك لا تفعله، او الفاعل لا يفعله. للتعبير عن القدرة في الماضي بنستخدم كود زائد الفعل في المصدر، او was or were able to زائد فعل في المصدر، او couldn't منفية بالشكل ده كده، او was not او weren't، wasn't او weren't زائد able to زائد فعل في المصدر. للتعبير كمان عن القدرة في المستقبل بنستخدم will زائد be able to زائد الفعل في المصدر، أو shall. بس shall زي ما قلنا المرة اللي فاتت بتأتي مع I و we فقط، بتأتي مع I و me و we، لكن will بتأتي مع كل ضمائر الفاعل.
عندنا كمان بنستخدم كان لإعطاء إذن أو السماح لشخص ما بقيام شيء. عندنا كمان رقم 4 الفعل الناقص must له استخدامات عديدة. must زائد فعل في المصدر فعل ناقص يستخدم في حالة الضرورة والإلزام الداخلي، الإلزام الشخصي، ونعني المرة في الإلزام شخصي وتذكير نفسي بفعل شيء بقوة، ودعوة قوية وإعطاء نصيحة قوية لشخص مقرب خوفا منك عليه. وعندنا كمان mustn't بمعنى لا يجب أن تستخدم للمنع والحظر والتحريم. عندنا كمان رقم 6 معانا have to has to زائد فعل برضه في المصدر. have to تستخدم للتعبير عن necessity اللي هو الضرورة، وتستخدم كمان have to has to للتعبير عن الإلزام الخارجي ليس الإلزام الشخصي، على عكس كلمة must إلزام خارجي ليس للفاعل اختيار آخر. معانا كمان هنا النفي مع have to has to بننفي بكلمة don't و doesn't في المضارع ونقول don't have to أو doesn't have to. ومعانا في الماضي طبعا لو جينا في الماضي didn't have to، طبعا الصيغه اصلا اللي هي للتعبير عن الضروره في الماضي بنستخدم had to زائد الانفينيتيف اللي هو الفعل في المصدر. معانا كمان رقم 7 الفعل الناقص need او needs to زائد فعل في المصدر. تمام، طبعا need او needs ليه؟ اشمعنى مره مضاف لها اسم واشمعنى مره من غير اسم؟ طبعا بقى في زمن المضارع والفعل بيضاف اليه اس او اي اس او اي اس في حاله ان الفاعل يكون مفرد او ضمير من ضمائر المفرد الغائب اللي هما الهي والشي والات، فطبيعي طبعا يكون معانا هنا فعل واحد فيهم مضاف له اسم، والثاني طبعا ياتي مع الاي والوي واليو والذي والاسم الايه الجمع. في كلتا الحالتين لازم يكون في تو زائد فعل في المصدر. قال لي يا مستر بقى في حاله النفي، بالنسبه للنفي ممكن انفي don't need to او doesn't need to زي ما انت شايف كده don't need to، تمام، don't need to pay او doesn't need to do زي ما انت شايف كده برضو نفي هنا doesn't need to او don't need to. عندي كمان النفي ممكن يكون نفي كلمه need انت نفسها، بس بالتالي بقى ما بحتاجش هنا تو خالص، وقت المره فاتت قلنا مش هنحتاج تو، عندنا need انت بس زائد فعل في المصدر. عندنا كمان need انت have زي تصريف ثالث. need انت have دي اصلا مصدر هي زي ما انت شايف، بس هنجيب تصريف ثالث للتعبير عن قيام الفاعل بعمل شيء في الماضي ورغم ذلك لم يكن ضروريا. بنبدا مع بعض النهارده من صفحه 163 في البي دي اف، هتلاقي عندك في اول كومنت في اول تعليق. بنبدا عندنا في البي دي اف هنا fill in the blanks below to complete the sentences، بيقول لك املا طبعا الفراغات اللي بالاسفل to complete the sentences لكي تكمل الجمله. معانا اول جمله بنقول I not go to the party last night because I was sick، يبقى I ممكن هنا انفي الجمله واقول I didn't go to the party، انا لم استطع او انا ما رحتش الحفله، بس طبعا last night فانا هنا لم استطع I couldn't go to the party last night because I was sick لانني كنت مريضا. انا بكمل هنا بفعل ناقص ان شاء الله. رقم 2 بنسال هنا سؤال قال له yes he not، يبقى no cook Italian food، يبقى عندنا هنا مثلا بنسال عن استطاعه شخص بعمل شيء. can no cook Italian food yes he can، نعم هو يستطيع. بعد كده زي ما انت شايف كده معانا السؤال رقم 3 my sister not swim last year but now she not. my sister تمام could swim يعني كانت تستطيع أن تسبح العام الماضي but now she، طبعا هنا عندنا but now بيأتي بعدها جملة في المضارع البسيط، وعندنا طبعا هنا could my sister could swim last year يعني كانت بتقدر إن هي تسبح العام الماضي but now she can't. ولكن النهارده بقى اجيب احول could بقى الى المضارع وانفيها طبعا عشان لازم تكون الجمله عكس دي، لان but تاتي لكي تربط بين جملتين متناقضتين، يعني الجمله اللي قبلها بتكون مثلا لو مثبته الجمله اللي بعد but now تكون منفيه، لو العكس برضه لو الجمله هنا منفيه يبقى الجمله هنا او الفعل هنا لازم يكون ايه منفي، وهكذا. طيب رقم 4 معانا هنا they not go shopping yesterday because the store was closed، لان المحل كان مقفول. يبقى طبعا بيقول لك yesterday because the store was closed، يبقى they ممكن مثلا نستخدم معانا هنا ولا have to ولا خلافه، ممكن مثلا نقول they couldn't برضو، هم لم يستطيعوا الذهاب للتسوق او هم لم يذهبوا للتسوق they the store was closed. ماشي، ممكن نستخدم برضو معانا هنا كمان didn't have to، هم ليسوا مضطرين الى الذهاب yesterday because the store was closed. معانا اكتر من حاجه هنا، ممكن نقول didn't have to لم يكونوا مضطرين الى الذهاب للتسوق بالامس because the store was closed، او ممكن برضو نقول كمان couldn't اصح برضو couldn't go shopping yesterday. بعد كده رقم 5 معانا هنا A بيسأل B سؤال فقال له you read when you were 4 years old، قال له yes I، برضو نفس الكلام هنا معانا برضو could، يبقى could you read when you were 4 years old، هل انت استطعت could you read، هل انت استطعت ان تقرأ when you were 4 years old لما كان عندك 4 سنين؟ قال له طبعا yes I could.
بعد كده رقم 6 معانا هنا Ellie not ride a bicycle she rides it to school every day. هي بتسوق العجلة دي للمدرسة كل يوم. يبقى Ellie can ride فعل في المصدر، يبقى can ride بالشكل ده كده. بعد كده رقم 7 I am very tired. أنا متعب جدا so I not go out to the park to play. So I مش هقدر أنا متعب النهاردة في المضارع بس so I can't، أو عندنا نفي كمان am not able to برضه للتعبير يعني عدم القدرة في المضارع. تمام. بعد كده معانا رقم 8. تمام. A بيكلم بيسأل بيه سؤال فقال له you see the moon last night فقال له no I can't. طبعا يبقى عندنا هنا could you see هل استطعت. عندنا كمان ممكن أسأل ب able to وأقول مثلا هل استطعت في الماضي وأقول له were you able to عشان عندي able to وقلنا هنجيب قبل able to verb to be فاصبح ان انا جبت verb to be اللي كان قبل able قمت حاطه في اول السؤال عشان اعمل بيه سؤال وبعد كده جبت الفاعل. يعني اصل الجمله كان I was able to انا كنت قادرا على رؤيه القمر last night. كده that's for example. طبعا لما يجي حد يسالني بقى يقول لي هل انت كنت قادرا يبقى هل انت فاجيب بقى اللي هي was احطها في الاول فجبت مثلا ووز حطيتها في الاول بس لقيت ان انا هسال واقول له انت فانت يو ما بيجيش معاها ووز فبدلت ووز وخليتها where. يبقى were you able to او could you see the moon last night. No I couldn't لا لم استطع او no I wasn't able. تمام. بعد كده رقم 9 معانا هنا في رقم 9 when not I talk to you about the company report. تمام. when I talk to you about the company report. يعني report أصلا تقرير. تمام. يعني تقرير للشركة. يبقى when can I ومتى أنا أستطيع أن أتحدث إليك تمام بخصوص the company report بخصوص التقرير بتاع الشركة. رقم 10 most dinosaurs معظم الديناصورات walked on land اللي مشت على الأرض يعني كانت بتمشي على الأرض يعني but some not fly or even swim but some. تمام. ولكن البعض عندنا طبعا هنا في الماضي فأقول مثلا could استطاعوا الطيران could fly or even swim. Excuse me I not hear you right now the music is too loud. I can't hear you right now. بسبب كلمة right now فالright now دلت على زمن المضارع فأنا بقول هنا I can't أنا لا أستطيع أن أسمعك. I can't hear you now right now the music is too loud الموسيقى عالية جدا. رقم 12 I not drive a truck when I was only 16 years old لما كان عندي 16 سنة بس. تمام. يبقى I could طبعا دي في الماضي اشمعنى عملتها كود يا مستر عشان هنا في I was only 16 years old يعني لما كان عندي فقط 16 سنة معنى كده ان انا اكبر من 16 سنة. تمام. يبقى I could drive a truck when I was only 16 years old. 13 عندنا هنا Douglas hit the tree because he not stop his car because he couldn't stop. He couldn't لم يستطع أو ممكن كمان بدلا من couldn't أقول he wasn't able to برضو منفية هو لم يستطع أن يوقف سيارته. بعد كده رقم 14 how many hot dogs كم عدد الهوت دوجز not you eat at one time. How many hot dogs can you eat كم عدد الهوت دوجز اللي أنت بتقدر تاكلهم في وقت واحد. 15 I not read without my reading glasses. What are they? I can't read أو I'm able to read. I am not able to read. I am not able to read محطوطة في الجملة. I am not able to read without my reading glasses. أنا لا أستطيع أن أقرأ بدون نظارتي. قراءتي where are they هم فين. طبعا هو بيسأل هنا ب they أو بيسأل هنا where وجاب هنا ضمير يشاور على نظارة they لأن طبعا كلمة glasses كلمة جمع لأنها مكونة من زوجين العدسة اليمين والعدسة الشمال. بعد كده معانا رقم 16 you not be exhausted after your long trip. Come in and have a drink. You عندنا مثلا هنا you may ربما انك تكون exhausted ربما تكون منهمكا exhausted يعني منهمك after your long trip بعد رحلتك الطويلة. Come in and have a drink تعال خش واشرب حاجة. 17 John not taking your car keys he hasn't even left the house. معنا هنا taking أصلا تصريف ثالث فممكن نقول John could taking your car keys he hasn't even left the house. طبعا هننفي بقى الجملة هنا ليش؟ فأنا هفهمكم الجملة.
عندنا هنا couldn't have taken أو may not تمام have taken أو mightn't أو might not have taken. بص يا سيدي، احنا طبعا معانا هنا دي جملة استنتاج ان انا بستنتج وبقول لك جون يعني احتمال ضعيف اصلا او ان هو ما خدش your car keys او ما خدش عربيتك. لا ثانية واحدة، ده هو he hasn't even left the house، ده هو ما سابش البيت خالص. يبقى ماشي برضه احتمال ممكن خد المفاتيح بس لسه ما خرجش. عموما يعني عندنا هنا جون couldn't have taken يعني استنتاج ضعيف في الماضي ان جون ما اخدش مفاتيح العربيه بتاعتك، وده V3 تصريف ثالث من الفعل take. تمام he hasn't even left the house يعني هو ما كانش غادر المنزل، ما سابش البيت لسه او ما مشاش من البيت يعني، ففي احتمال ان هو ما خدش المفاتيح بتاعتك بس احتمال برضه غير مؤكد. بعد كده رقم 18 I won't go out this afternoon. بيقول لك I won't go out يعني انا مش هخرج. تمام هذه الظاهره because the weather لان الطقس because the weather forecast is not very good يعني بيقول لك ان حاله الطقس ليست جيده and I not get wet I may get wet او I might احتماليه حدوث شيء في المستقبل. 19 معانا هنا you to apply for the job yet you can do it later this week. You can do it. تعال نترجم الجمله الثانيه دي الاول. بيقول لك ان انت تستطيع عمل هذا الشيء تمام later فيما بعد هذا الاسبوع. يبقى you معانا هنا have to يبقى you don't have to. ليه بقى you don't have to؟ او you don't need يعني كمان don't have او don't need يعني انت مش محتاج انك تقدم على الوظيفه حتى الان، والجمله لازم تكون منفيه اصلا عشان كلمه yet. You can do it later this week ممكن تقدم يعني بعدين في هذا الاسبوع. طيب رقم 20 معانا I not left my watch in the car I can't find it anywhere. تمام ممكن هنا ان انا باكد ان انا ربما ان انا تركت الوالت اللي هي المحفظه بتاعتي في العربيه لان انا مش لاقيها في اي مكان، فده برضه احتمال ضعيف مش مؤكد. يبقى I could have left وليفت اصلا تصريف ثالث من الفعل leave يغادر او يترك. leave left و could have تنفع و might have تنفع و may have تنفع. بعد كده 21 that not be Jake it's impossible ده مستحيل. he said he was going to Spain ده قال ان هو رايح اسبانيا وده مستحيل. يبقى that couldn't be Jake. ممكن نقول that وعندنا طبعا برضو هنا حاجة غير محتمل حدوثها. ممكن مثلا that mustn't be Jake no mustn't ما ينفعش don't have to ما ينفعش shouldn't ما ينفعش. عندنا هنا غير couldn't be Jake couldn't have المفروض برضه عندنا تصريف ثالث مفيش تصريف ثالث ماشي. ما ينفعش معانا should دلوقتي في الجمله دي ما ينفعش معانا should ما ينفعش معانا shouldn't ما ينفعش معانا oughtn't ولا should have ذا تصريف ثالث. ما ينفعش معانا اي حاجه من الضروره والالزام. ما ينفعش معانا must ولا mustn't. تمام ممكن mustn't بس هي تسمى المنع والحظر والتحريم. عندنا كمان can't ينفع معانا can't بس احنا ما خدناهاش يعني في القاعده بتاعتنا. بص يا سيدي ينفع معانا can't ليه؟ هي كانت ليها اكتر من استخدام. من ضمن استخدامات كان تبع كانت بس تمام اللي هو الاستنتاج المؤكد المنفي ان هو مفيش مستحيل ان الحاجه دي حاصله اصلا يعني لان انا متاكد ان فلان ده في اسبانيا فمستحيل ان هو يكون جيك. فذات كانت بي جيك ذات كانت من المستحيل ان هو يكون جيك. اتس امبوسيبل ده مستحيل. he said he was going to Spain ده هو قال ان هو رايح اسبانيا. 22 you not step into the headmaster's office without permission يعني إذن أو تصريح. يبقى you can't step into the headmaster's office. يبقى you can't أنت ما تقدرش إنك step into يعني تدخل إلى مكتب الهيدماستر المدير بدون إذن أو تصريح. ممكن can't ممكن كمان you aren't able to في المضارع أنت لست قادرا على. طيب رقم 23 معانا هنا tell your sister she not stay the night here if she wants to. يبقى tell your sister she can تمام she can stay ان هي تقدر تقعد هنا the night او تمكث هنا الليلة اذا كانت هي تريد ذلك. 24 you have already drunken a glass of wine يعني انت بالفعل شربت كوبا من الوين طبعا اللي هو النبيذ. wine ولا wine I think wine تمام wine يبقى you have already drunken a glass of wine
يبقى انت بالفعل شربت كوبايه من النبيذ او الخمره. you not drive، يبقى انت مش هتقدر انك تسوق. يبقى you cannot drive. طيب دعني سيبني انا اسوق لك مثلا او اوصلك. you not see the Eiffel Tower and Louvre when you go to Paris. يبقى you may see ده حدث مرجح حدوثه في المستقبل. انت لسه ما رحتش، بقول لك ربما انك تشوف الايفل تاور، تمام، اللي هو طبعا برج ايفل and the Louvre when you go to Paris. طيب 26 I not to take orders from you. You are not my boss. انت لست البوس بتاعي. يبقى I not to take orders from you. مثلا I don't have to take orders، يعني انا مش مضطر ان انا اخد منك اوردرات. You are not my boss. انت مش المدير بتاعي. بعد كده رقم 27 when I was younger، لما كنت اصغر I not run very fast. I could run very fast، يعني انا كنت بقدر ان انا اجري بسرعه جدا. 28 your cold is getting worse. يعني your cold is getting worse. your cold البرد بتاعك is getting worse يعني بيسوء. and you have a runny nose، وعندك انت runny nose يعني عندك انف جراء او يعني runny nose يعني مناخيرك مثلا سايله كده. you know to see the doctor. يبقى you ought. ما ينفعش شوت يا مستر، لا ما ينفعش شوت طبعا عشان ought، عشان to ما هنا معانا يبقى ought to. you ought to see the doctor. بعد كده معانا رقم 29 my husband is preparing dinner، يعني زوجي يحضر العشاء. he is not a good cook، هو ليس طباخا جيدا. so you not expect anything special. تمام، هو ليس طباخا جيدا يبقى you، تمام، انت ما تتوقعش. تمام، فعندنا مثلا ممكن هنا نقول mightn't، ربما you mightn't expect، لا مش mightn't، you don't have to expect. انت ما ينفعش انك تستنى حاجه منه special مميزه anything special. ماشي، عندنا برضه should ما تنفعش، عندنا shouldn't ما تنفعش، عندنا you couldn't expect anything special. تمام، ممكن you can't expect، can't تنفع برضه، معنى can't تنفع. you can't expect anything special. ومعانا كمان، معلش دي can't بس انتوا اكيد فاهمين يعني. معانا كمان ايه اللي ينفع كمان؟ ممكن you don't have to، بس don't have to تستخدم للضرورة والإلزام. أنت مش مضطر إنك، لا مش مضطر، مش الضرورة والإلزام خالص. كان معانا آخر حاجة بعد الضرورة والإلزام بس، يعني تقريبا كانت مع حاجة تانية ممكن تنفع كمان في المثال ده، إن أنت ما تتوقعش منه أكل طيب. معنا needn't، ممكن برضو needn't على فكرة، لا مش needn't، هي مش ضرورة، ما علينا، بلاش needn't خالص. you mustn't برضو ملهاش علاقة. عندنا برضو كان ممكن عندنا كلمة may، كنا بناخد may من شوية الاحتمال، صح؟ طبعا الاحتمال شيء في المستقبل، بس طبعا زي ما انت شايف may كده بتعبر عن حاجة في المستقبل ما خدناش فيها اللي هي شكل نفي، بس هي لها شكل نفي يعني. خلاص ما علينا، يبقى you can't أقرب مثال وأبسط حاجة. you can't expect nothing special. تمام، بعد كده أو anything special. 30 don't leave your window open، لا تترك الشباك بتاعك مفتوح. someone may climb. تمام، ده أو might برضه، might تنفع برضه، might climb in، ممكن يخش يتسلق الشباك يعني. 31 she is a small baby، هي بيبي صغير رضيع يعني. she not eat meat but she not drink milk. يبقى طبعا she can't eat meat أو she isn't able to أو she doesn't know how، يعني دي كمان تنفع. she doesn't know how بس ما خدناهاش لسه. she doesn't know how to. طيب هي مش عارفة إن هي تاكل لحم إزاي، أو can't أفضل، can't eat meat أو isn't able to أفضل يعني. دي مثلا مع الحاجات اللي إحنا نقدر نعملها أو لأ. عموما يعني she can't eat meat but she can drink milk، ولكنها تستطيع أن تشرب اللبن. طيب رقم 32 فخلاص دي قلنا خلاص مع الحاجات اللي إحنا نقدر نعملها يعني. بلاش موقف البيبي ده. رقم 32 she is so ill، هي مريضة جدا. that he not see a doctor، هو مريض يبقى that he should. معنا طبعا هنا should، أو ممكن كمان نضيف ought to، تمام، وهكذا.
طيب it's raining heavily يعني بتمطر بغزارة you know take your own umbrella يبقى you have to هي بتمطر خلاص يبقى you have to انت مضطر انك تاخد your own umbrella تمام دي حاجة انت مالكش اختيار فيها 34 we not pick the flowers in the park it's forbidden انه محرم يبقى you mustn't ممنوع ده قواعد وقوانين مثلا you mustn't pick the flowers ممنوع انك تلتقط الفلاورز الزهور in the park في الحديقة it's forbidden 35 I not sing now but I not sing very well when I was a child يبقى I can sing now أنا أقدر إن أنا أغني دلوقتي but I couldn't sing very well ولكنني لم أكن أستطيع أن أغني بشكل جيد when I was a child عندما كنت طفلا 36 Mike is only 9 months old يعني مايك عنده بس 9 شهور he not 8 nuts yet he couldn't طبعا بنفي هنا لا he can't منفية في المضارع he can't eat nuts yet ممكن كمان أقول he isn't able to بعد كده 37 he has a lot of weight هو لديه الكثير من الوزن يعني زايد في الوزن so he not run so fast so he can't run so fast برضه نفس الكلام تنفع isn't able to بعد كده 38 I'm very tall أنا طويل جدا so I not play basketball so I can play basketball تمام تنفع معنا هي 39 you not park that car there it's a no parking zone يبقى you mustn't park ممنوع إنك تركن عربيتك هناك you mustn't park بعد كده 40 many students الكثير من الطلاب in Great Britain في بريطانيا العظمى not wear a uniform when they go to school يبقى طبعا الكثير من الطلاب دول طلاب جامعة طبعا مع النعاني تمام must wear ده إلزام داخلي لا يبقى have to wear إلزام خارجي have to wear a uniform يعني إلزام خارجي هم ما لهمش إيد فيه يعني أنت لازم كطالب تلبس اليونيفورم تمام when you go to school لما تروح المدرسة 41 George has traveled a lot George سافر كثيرا he not speak for languages طبعا يبقى جورج سافر طويلا يبقى he can speak أو he كمان he is able to speak 4 languages بعد كده 42 I not come with you now because I'm studying for my test لأن أنا بذاكر الامتحان بتاعي يبقى I can't come with you أنا ما أقدرش إن أنا أجي معاك دلوقتي بعد كده 43 بنقول footballers اللي هم طبعا لاعبين ألعاب الكرة not touch the ball with their hands طبعا footballers مش مسموح ليهم ممنوع إن هم يلمسوا طبعا دي قواعد وقوانين يبقى mustn't touch the ball with their hands 44 I not use your phone يبقى can I use طبعا ده برضو بطلب طلب من حد يبقى can I use your phone I'm sorry I not come yesterday I had to work late I couldn't come ما قدرتش ان انا اجي وممكن كمان اعملها في الماضي واقول I wasn't able to لم استطع المجيء بالامس I had to work late كان عندي شغل متاخر او كان يجب علي ان انا اشتغل وقت متاخر you not speed through the city it's dangerous انه خطير speed طبعا اللي هو يسوق بسرعه يعني through the city يبقى you mustn't دي قواعد وقوانين you mustn't speed through the city it's dangerous أنا خايف عليك نصيحة قوية 47 you have been coughing a lot recently يعني you have been coughing a lot recently يعني أنت بتكح ومستمر في الكحة بقالك فترة مؤخرا يبقى you not smoke so much يبقى أكيد أنت بتدخن كتير يبقى مثلا ممكن أقول لك you may وممكن أقول لك مثلا might برضه تنفع تمام وممكن ينفي أصلا يعني أقول لك أنفي أفضل يعني you mustn't smoke so much you mustn't smoke يعني ممنوع انك تدخن كتير ده اصلا غلط يعني خايف عليك وممكن كمان على فكره you shouldn't برضه تنفع النصيحه دي لو حسب الشخص المقرب مني ولا لا I'm very tired today طبعا هنا بقى نقول I can't ليش معنى بقى can't عشان اصلا انا في المضارع انا بقول لك انا مش قادر ان انا انظف النهارده انا تعبان النهارده يعني I'm very tired في المضارع I can't clean my room now هنضفها بكره ان شاء الله رقم 49 معناها I not eat fish when I was a child but I like it today بص يا سيدي معانا هنا الجمله الثانيه الاول بص عليها كده but I like it today يعني انا بحب السمك النهارده يبقى انا ما كنتش باكله وانا طفل او ما كنتش باكله يبقى I couldn't eat fish ممكن على فكره احنا مش في درس الافعال الناقصه ممكن نعملها didn't I didn't eat fish
تمام كده. أو I couldn't أفضل، لا couldn't أفضل. I couldn't eat fish when I was a child but I like it today. 50 we not go to the bank today we haven't got any money left. يعني بيقول لك احنا مش مضطرين نروح البنك النهارده، ده ما فيش أي فلوس متبقية. تمام، يبقى we don't have to. We don't have to go to the bank today. We haven't got any money left. معناش أي مال متبقي. بعد كده رقم 51 you not drive so fast. We have plenty of time left. يعني احنا معانا وفرة أو plenty of وقت كتير متبقي. يبقى احنا مش مضطرين إن احنا نسوق بسرعة. يبقى you أو أنت مش مضطر، يبقى برضه نفس الكلام you don't have to أو you don't need to. دي أو دي. Small children not play with matches. Play with matches يبقى small children. تمام. matches اللي هي بص كده match بمعنى زي ما قلنا مباراة. قلنا في الصف الأول على الحصة اللي فاتت تقريبا كنا بنقول لهم إن match يعني مباراة. match بمعنى يتماشى مع حاجة، متماشية مع حاجة، حاجة لايقة على حاجة، وهكذا. تمام. فعندنا كمان match كمان بتأتي بمعنى عود كبريت. عود كبريت. فأصبح matches يعني أعواد الكبريت. ف small children mustn't play. ممنوع إن هم طبعا يلعبوا بأعواد الكبريت. بعد كده the doctor said. الطبيب قال I not smoke so much. الطبيب قال إن أنا بدخن بشكل كبير، يبقى أو إن أنا ممنوع إن أنا أدخن بشكل كبير، يبقى I mustn't smoke so much. بعد كده معانا صفحة 166. عايزك تركز معايا وتصحى معايا كده. رقم 54 It's very warm outside. يعني it's very warm الجو دافئ بالخارج. you not take a coat with you. يبقى انت مش محتاج تاخد الكوت، مش محتاج تاخد معاك المعطف بتاعك. you don't have to أو you don't need to. بعد كده معانا 55 you not take a taxi you go by bus. يبقى انت ممكن تروح بالاتوبيس، يبقى انت برضه مش محتاج. يبقى you don't take a taxi. you don't have to take a taxi. انت مش مضطر تاخد تاكسي. معانا كمان غير don't have to ممكن نحط برضو don't need to. بعد كده معانا all candidates. يعني candidates كل المرشحين. مرشحين not send in their application forms by Friday. كل المرشحين بيقول لك by Friday. by هنا يا شباب بتبقى بمعنى قبل يوم الجمعة. يبقى هم يجب عليهم من الضروري أو يبقى have to send in their application forms. تمام. by Friday. 57 you not be very hungry. I'll get you something to eat. انت اكيد جعان مثلا. you may be hungry. تمام كده. او you must be hungry. برضو you must عشان بعرض عليك حاجة برضو must تنفع. 58 Jackie give me an important letter. يعني letter يعني خطاب. جاكي ادتني خطاب مهم. I not forget to post it. و I مثلا ممكن اقول هنا I مهم يبقى I don't have to. انا ممنوع او من الضروري ان انا ما انساش ان انا انشره. 59 do not go to school today. It's Thanksgiving. they don't have to. هم مش مضطرين ان هم يروحوا المدرسه النهارده. ليه؟ It's Thanksgiving ده بالنسبه لبعض الناس مش عارف دينتهم ايه بصراحه بالظبط، ممكن مسيحيين، اسمه عيد الشكر. عيد الشكر. Thanksgiving. 60 The book I give you is very valuable. الكتاب اللي انا اديتهولك is very valuable يعني قيم جدا. You not be careful and take good care of it. يبقى انت يجب عليك انك تهتم بالحاجه دي. You must دي نصيحه قويه، او you have to الاثنين برضو ينفعوا على فكره. You have to be careful and take good care of it. بس must اقوى يعني واحسن، نصيحه قويه. رقم 61 We have enough food in the fridge. احنا عندنا طعام كفايه في الثلاجه. So we not go shopping every day. So we don't have to. احنا مش مضطرين ان احنا نروح الشغل نروح نتسوق كل يوم. 62 You not make a mess in the house or else mom will be very angry. تمام. or else ولا حاجة تانية لأن الأم هتكون إيه غضبانة يعني. يبقى you don't need to مثلا نغير بقى you don't need to. لا هي مش ضرورة، غلط. I'm so sorry. You mustn't make a mess. ممنوع إنك تعمل
miss فوضى. تمام in the house. 63 you not come if you don't want to but I hope you do. تمام يبقى انت مش مضطر تيجي لو انت مش عايز. تمام يبقى you don't have to أو you don't need to. don't need to برضه تنفع. you don't have to come if you don't want to but I hope you do. 64 you not shout in the library in a library. يبقى you don't have to shout. ممكن mustn't أفضل كمان. mustn't دي مش ده إلزام خارجي وmustn't برضه نصيحة قوية أو ممنوع إنك تصرخ. تمام لا دي مش إلزام ضروري. يبقى don't have to مش أصح حاجة. mustn't shout in a library. رقم 65 I not my medicine there 3 times a day 3 مرات في اليوم. يبقى I have to. والله فكرنا بالعلاج. I have to أنا يجب علي أن أخذ الدواء 3 مرات في اليوم. 66 بنقول you not help me I can prepare the meal on my own. أنت مش محتاج إنك تساعدني أنا بقدر إن أنا أعمل الوجبة بتاعتي بنفسي. يبقى you don't have to help me I can prepare the meal on my own يعني بنفسي on my own. بعد كده معانا رقم 67 it's very warm outside يعني الجو warm دافئ outside بالخارج you not take a coat with you. يبقى you don't have to. الجو دافئ أصلا يعني يبقى you don't have to take. أنت مش مضطر إنك تاخد الكوت اللي هو المعطف بتاعك معاك. 68 you not speak with a full mouth that's very impolite يعني ده حاجة very impolite يعني غير مؤدبة خالص. يبقى you don't have to speak with a full mouth بفم ممتلئ. يبقى you mustn't speak. ممنوع انك تتكلم with a full mouth يعني فم ممتلئ يعني بقك فيه اكل مثلا. that's very impolite. دي حاجة من عدم الأدب. in England في إنجلترا you not drive on the left side of the road but in the other European countries you. في إنجلترا you can't drive. أنت ما تقدرش أو لا تستطيع إنك تسوق على الجانب اليسار من الطريق. but in other Europe countries لكن في دول أوروبية أخرى you can مثلا. أو ممكن العكس يعني على حسب معلوماتي برضو يعني ممكن العكس برضو. in England you can drive on the left side of the road but in other European countries you can't. تمام بعد كده معانا رقم 70 آخر جملة students not be late for school. يبقى students mustn't be late. mustn't ممنوع يجوا متأخر على المدرسة. تمام بنبدأ مع بعض النهارده بقى الاكتف. نتكلم عن الاكتف والباسيف فورم اللي هو المبني المعلوم والمبني المجهول. يعني ايه مبني اصلا المعلوم ويعني ايه المبني المجهول؟ مبني المعلوم ده في البدايه بس حابب اقول لك ان المبني المعلوم احنا بنبدا الجمله بالفاعل. اللي عمل الفعل. بقول لك مثلا احمد drank يعني شرب drank milk. احمد شرب اللبن او drank milk. تمام مين اللي شرب اللبن؟ مين اللي شرب اللبن؟ احمد. يعني who drank the milk. مين اللي شرب اللبن؟ فتقول لي احمد drank the milk. احمد هو اللي شرب اللبن. تمام يبقى كده الجمله مبنيه المعلوم وانا بادئ بالفاعل عادي خالص اللي هو احمد وبعد كده الفعل وباقي الجمله. طيب جمله المبني المجهول بقى بنعملها ازاي؟ بنبدا الجمله بالمفعول به. يعني بنقول بقى اللبن شرب. دي جمله المبني المجهول. ممكن اقول بقى بواسطه احمد او ممكن ما اقولش خالص. طب هو ازاي يا مستر هقول بواسطه احمد وهو اصلا مبني المجهول يعني انا مش عارف مين الفاعل؟ تمام هو المبني المجهول استخداماته كتيره. يعني انا بستخدم المبني المجهول لاكثر من شيء. مش علشان بس ان مثلا ان اللبن او عشان مثلا الحاجه دي اتعملت وانا مش عارف مين اللي عملها. يعني مثلا مش علشان اقول ان اللبن شرب وانا مش عارف مين. لا ده المبني المجهول له استخدامات عديده. طيب تعالوا برضو مع بعض نعرف المبني المجهول هنستخدمه في ايه. المبني المجهول يا سيدي بيستخدم في حالة إن الفاعل مجهول زي ما أنت فكرت في البداية بالظبط إن الفاعل مجهول وإحنا مش عارفين مين هو الفاعل. أو المبني المجهول بيستخدم في حالة إن الفاعل أهم أو الحدث أهم من مين اللي عمله أهم من الفاعل أصلا. يعني مثلا أقول لك مثال عندنا مثلا كوبري قصر النيل بني في عام 1900 وكذا.
كوبري قصر النيل مش مهم عند حضرتك طبعا تعرف كوبري قصر النيل اتبنى امتى بالظبط، او سوري يعني اتبنى بواسطه مين، يعني ما يهمكش مين بالظبط اللي جابوا مثلا، او عمال البناء وعمال التشييد والمهندس اللي هو اشرف على المشروع بناء كوبري بالشكل ده. يعني مش هيهمك تعرف الاشخاص مين اللي بناه او مين اللي قام بتشييده وبنائه، لا انت هيهمك بس الحدث نفسه، ان يعني الفعل نفسه اهم من مين اللي عمله. يبقى المبني المجهول بنبدا الجمله بالمفعول به. المبني المجهول يستخدم في حاله ان الفاعل احنا مش عارفينه، نجهل من هو الفاعل، او ان الفعل او الحدث اهم من الفاعل، اهم من مين اللي عمله اصلا. ده المبني المجهول. المبني المجهول بيشترط علينا شرطين. اول شرط ان لازم وجود الفعل بيه، ولازم يكون موجود شكل من اشكال بيه في الجمله بتاعتنا. الشرط الثاني ان لازم يكون الفعل بتاع الجمله في التصريف رقم 3. مظبوط، التصريف رقم 3. يبقى تاني، المبني المجهول بيشترط لنا شرطين: وجود الفعل بي، والتصريف الثالث او الفعل الجمله الاساسي يكون في التصريف الثالث للفعل. طبعا شكل من اشكال بي او الفعل بي اللي هو الفعل يكون له اشكال عديده، له بالظبط 8 اشكال: am is are was were. بتهيالي انت عارف دول كويس. am is are was were. تمام. لكن طبعا بالنسبه للشكلين 3 اشكال تانيين انت مش متعود عليهم او لم تعدد على استخدامهم، زي بي، والفعل بي كمان هنحط له اي ان جي يبقى being، والتصريف الثالث اللي هو بي اي اي ان اللي هو بتقولوا عليه بين، لكن هو اسمه بين مش بمد فيها قوي يعني. طيب معانا زي ما انت شايف كده بقى، تعالى نشوف البي دي اف بتاعنا. معانا هنا اكتف والباسيف فويس. زمن هنبدا بقى ناخد الازمنه بتاعتنا كل واحد على حده في شكل المبني المعلوم وشكل المبني الموجود. يعني احنا النهارده هنعمل مراجعه على الازمنه، وهنضيف عليها بقى شكل المبني الموجود الخاص بالزمن. بس انا هنعمل لعبه كده صغيره، ابدا اعرفك ازاي انك تصنع وازاي انك بتحفظ اصلا صيغه المبني المجهول، لان انت بدل حافظ صيغه المبني المعلوم، صيغه المبني المعلوم بس لوحدها تكفي. من خلالها بتقدر تعمل جمله منفيه، تقدر تعمل سؤال، تقدر تعمل صيغه المبني للمجهول. يبقى معانا اهو بنقول مع بعض نمبر 1 the present simple active and passive with why. معانا زمن المضارع البسيط في صيغه المبني المعلوم وصيغه المبني للمجهول. معانا بالشكل ده كده. نبدا نجيب اللون عايز لون غامق شويه، ممكن نجيب اللون ده بس نغمقه شويه. معانا زي ما انت شايف كده الفورم في المبني المعلوم مبني المجهول. زمن المضارع البسيط بيتكون من ايه؟ زمن المضارع البسيط احنا بنبدا بالفاعل على طول ونحط الفعل بس، فاعل 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 فاعل. ده المضارع البسيط. بس طبعا المضارع البسيط احنا بنقسم ضمائر الفاعل لمجموعتين: اي وي يو ذي، تمام، ومعاهم الاسم الجمع هنا، ونجيب بعد الاي والبي واليو والذي والاسم الجمع فعل في المصدر. لكن بعد الهي والشي والات ومعاهم برضو الاسم المفرد هنا بنجيب معاهم فاعل في المصدر مضاف اليه اس او اي اس او اي اي اس. مش فاهم قوي يعني، بس هفهمك يا سيدي. بالنسبه للمرحله الابتدائيه، يعني احنا عندنا في يعني بالنسبه للمرحله الابتدائيه باجي احكي لهم عن زمن المضارع البسيط، بقول لهم ان احنا زمن المضارع البسيط ده احنا بنقسم الفاعل لمجموعتين: مجموعه اسمها مجموعه الكرماء ومجموعه البخلاء. تاني، مجموعه الكرماء ناس كريمه، ناس كريمه بيقتضوا بما امرنا به رسول الله عليه افضل الصلاه والسلام، ان احنا لما يجي لنا ضيف نكرمه. لما يجي لك ضيف المفروض انك بتقدم له حاجه، فاصبح نفس الفكره. الهي والشي والات والاسم المفرد دول مجموعه كرماء، لما بيجي بعدهم فعل او بيجي معاهم فعل، الفعل اللي بيجي الاول بيضيفوه، اول واحد بس، يعني اول فعل بيجي بس هم اللي بيضيفوه. فاصبح ان الهي والشي والات والاسم المفرد لما بياتي بعدهم فعل يضيفوا للفعل اس او يس او اي اي اس. تمام. لكن الاي والوي واليو والذي والاسم الجمع هم مجموعه من البخلاء، إذا أتى بعدهم الفعل لا يضاف للفعل أي شيء. يبقى عندنا هنا سما studies، سما بتذاكر انجلش، سما بتذاكر اللغة الإنجليزية. rabbits eat carrots، الأرنب eat، لا rabbits الأرانب، أنا هنا أرنب جمع يبقى rabbits eat carrots. علي supports me، علي يدعمني. فأصبح زي ما أنت شايف كده حطينا بعد سما فاعل مضاف له اس سوري اي اي اس، كمان حذفنا حرف الواي منه وحطينا اي اس، وضفنا بعد علي فعل مضاف له ايه اس. لكن رابتس لا، فاصبح ان علي عشان اسم مفرد فهو الاسم المفرد كريم يضيف للفعل اس، وسامة برضه مفرد فبرضه الاسم المفرد كريم يضيف للفعل اس او اس او اي اس وهكذا. طيب معانا كمان الناحيه الثانيه، معانا بقى المبني المجهول، صيغه المبني المجهول قبل ما نخش موضوع النفي والكلام ده كله تعالى نطلعها على طول، او خلينا نتكلم عن النفي الاول. بص يا سيدي عشان برضه ما اشغلش بالك، عشان اعرف ان بعض الناس بصه هناك كده كده وبصه على المبني المجهول.
احنا عندنا في الماضي في المضارع البسيط، عندنا في المضارع البسيط بقى لو جينا مثلا ننفي الجمله فاحنا بننفي بكلمتين، او من الاخر احنا بيجي لنا الفعل دو كفعل مساعد وبياتي معه كلمه نوت. اتفقنا من شويه ان ضمائر الفاعل عندنا في المضارع البسيط مقسومه نصين، مجموعه من الكرماء ومجموعه من البخلاء. الكرماء زي ما قلت لك اول فعل بيجي لهم بيعملوا ايه؟ بيكرموه، بيضيفوه، بيضيفوا ليه اس او اي اس او اي اس. فعندنا نفس الكلام في النفي، اللي هي والشي والات من الكرماء زي ما انت شايف كده، ومعاهم طبعا هنا الاسم الايه؟ الاسم المفرد. فالهي والشي والات والاسم المفرد لما بيجي بعدهم فعل زي دو علشان ينفي الجمله فهم بقى بيضيفوا له اي اس فيبقى اسمه داز. وبعد كده طبعا معاه كلمه نوت هنا كده، معاه كلمه نوت لا اما منفصله لوحدها لا اما لازقه فيه او مختصره مع كلمه داز يبقى doesn't بالشكل ده كده. يبقى الهي والشي والات والاسم المفرد بننفي معاهم الجمله بكلمه doesn't بلس infinitive زائد الفعل في المصدر. لكن الاي والبي واليو والذي والاسم الجمع معاهم هنا اسم جمع زي ما قلنا من شويه، الاسم الجمع طبعا دول مجموعه من البخلاء، اذا اتى بعدهم الفعل زي ما انت شايف كده الفعل دو يجي بعدهم لا يضيف اليه اي شيء. دو مع كلمه نوت يبقى دونت بقى مختصره بلس infinitive زائد الفعل في المصدر. عندك هنا نفس الامثله اللي كانت معانا من شويه، سما doesn't study. سما doesn't رجعت بقى بعد ما كان الفعل فوق، بعد ما كان الفعل من شويه اسمه studies زي ما انت شايف كده اهوت الفعل اسمه ايه؟ studies. لا هنا بقى اسمه study. اشمعنى مع ان الفاعل واحد هنا سما وهنا سما؟ عشان خلاص انا جبت فعل عشان انفي الجمله اللي هو الفعل دو، فالفعل دو الكرماء خلاص ضيفوه اكرموه. يا سيدي اعتبر ما عادش عندهم اكل زي ما بيقولوا يعني، او ما عادش عندهم حاجه يضيفوا بيها الفعل اللي جاي كمان، هو فعل واحد بس بيضيفوه اول واحد بيجي. فسما doesn't study يرجع بقى الفعل في المصدر في حاله النفي. fish don't eat، كلمه fish اللي هي بمعنى سمك تمام اسم اصلا لا يعد. don't eat rocks لا تاكل الصخور. علي doesn't support me، علي لا يدعمني زي ما انت شايف كده بدل ما كان supports لما كان support مضاف لها اس لا بقت هنا طبعا علي doesn't support me تمام. فعل في المصدر من غير اس عشان خلاص كلمه doesn't هي اللي اتضافت، هي اخرة واجب الضيافه هو اسمها doesn't. طيب بالنسبه بقى لشكل المبني المجهول، اعمل ازاي مبني المجهول في المضارع البسيط؟ صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. من شويه في المبني المعلوم بدانا بالفاعل، مظبوط مظبوط، لكن في المبني المجهول قلت لك ان احنا هنبدا بالاوبجكت. يعني ايه اوبجكت؟ يعني مفعول به، مظبوط. قلت لك كمان ان المفروض المبني المجهول بيشترط شرطين، وجود الفعل بيه ووجود تصريف ثالث. بص احنا نعتبر الفعل بيه ده حاجه كده لحل الازمات، يعني الفعل بيه معانا هو حلال المشاكل، بيحل الازمات، اي ازمه بتقابلنا بيجي علشان يحل لنا الازمه دي بس. طيب صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام تاني مره. امس طبعا يا جماعه مثلا اي حد مسيحي بيتفرج على الفيديو او اي حد مثلا ديانه اخرى يعني مش عارف بصراحه الموضوع بالنسبه لكم بيبقى عامل ازاي، بس ان شاء الله يكون الامور طيبه يعني. تمام معانا زي ما انت شايف كده معانا اوبجكت مفعول به، بنبدا الجمله من مفعول بس زي ما انت شايف كده المفروض جاي بعده ام ويز وار تصريف تاني. طب ازاي اصلا الشكل ده اتكون؟ يعني ازاي انا جبت مفعول بعد كده ام ويز وار؟ طب اشمعنى ام ويز وار وهنا تصريف ثالث اشمعنى؟ انا اقول لك يا سيدي، المفروض عندنا المبني المجهول او المبني المعلوم في المضارع البسيط بنبدا الجمله بالفاعل وبعد كده فاعل في المصدر، صح؟ سواء بقى الفعل ده بيتضاف له لسه او لا ماليش دعوه بالقصه دلوقتي، المهم ان الفاعل وفعل، صح ولا لا؟ والفعل بيكون في ايه؟ في مثلا في المضارع يا سيدي، الفعل بيكون في المضارع ما بيكونش في مصدر صرفي، يعني بيكون في المضارع، مظبوط كده؟ فاصبح نفس الفكره، المفعول زي الفاعل مفيش حد احسن من حد، ما هو ده زي ما الفاعل جه بعده فعل في المضارع المفعول برضه لازم يجي بعده فعل في المضارع. طب ازاي انا هجيب فعل مثلا؟ يعني اعتبر مثلا ان الام والاز والار دول مش موجودين اهو، اعتبرهم مش موجودين وانا محتاج اجيب بعد المفعول فعل مضارع، محتاج اجيب فعل ايه؟ مضارع. ازاي هجيب بعد المفعول فعل مضارع وانت شارط عليا شرط ان لازم فعل الجمله في المبني المجهول يكون تصريف ثالث؟ اعملها ازاي؟ قال لك خلاص مين بيحل الازمات؟ مين بيساعدنا؟ الفعل بي. خلاص يا عم الفعل بي، تعالى يا بي لو سمحت حل لنا المشكله دي. فبي بيجي معانا في الجمله، فبيجي يحل محل الفعل اللي في المضارع ده ويجيب بقى اشكاله الثلاثه، يبقى ام ويز وار. يبقى خلاص المبني المجهول في زمن المضارع البسيط مفعول object بلس ام ويز ار بلس تصريف ثالث. بعد ما كنت بقول لك ان سما بتذاكر انجليزي هقول لك دلوقتي ان الانجليش بيتذاكر بواسطه سما، او ما اقولش خالص بواسطه سما، او انجلش از عشان طبعا اللغه الانجليزيه اسم لا يعد ويعامل معامله المفرد فجبنا بعدها از مش ار ولا حاجه از، وجبت بقى الفعل study يذاكر في التصريف الثالث بقى اسمه studied. يبقى English is studied، الانجليش اللغه الانجليزيه تذاكر باي سما بواسطه سما.
زي ما انت شايف كده كلمه باي سما محطوطه بين قوسين، مظبوط ولا لا؟ محطوطه بين قوسين، فمعنى كده ان انا اقدر اشيلها اصلا من الجمله خالص، يعني ممكن ان انا اشخبط على باي سما دي خالص. طب الجمله الثانيه بيقول لك carrots are eaten، الجزر يؤكل، او carrots جمع، فطبعا الاسم الجمع ياتي بعدها am ولا is ولا are طبعا، يبقى carrots are، واجيب بقى الفعل eat ياكل، اجيبه في التصريف الثالث يبقى اسمه eaten، ما هو الفعل اسمه eat ate eaten. carrots are eaten، الجزر يؤكل by rabbits. معنى كمان هنا I am supported by علي، يعني انا يعني ادعم بواسطه علي، انا ادعم I'm supported، زي ما انت شايف برضو I بياتي بعدها am زي ما انت شايف كده، ومعنى الفعل support يوضع في التصريف الثالث يبقى supported by علي. بعد كده زي ما انت شايف معانا النيجاتيف، معانا شكل النفي زي ما قلنا بننفي بدونت doesn't، في المبني المجهول عادي هنجيب بقى الام نخليها am not isn't aren't، زائد التصريف الثالث في الاخر يبقى English isn't studied، اللغه الانجليزيه لا تذاكر بواسطه سما. rocks aren't eaten، الصخور لا تؤكل بواسطه الاسماك. I'm not supported، انا لا ادعم بواسطه علي، وهكذا يعني. تمام، بعد كده جايب لي جزئيه على جزئيه احلها بس على المضارع البسيط. تمام، فدي حاجه كويسه جدا. حابين ان احنا نمرنك على المضارع البسيط في المبني المعلوم والمبني المجهول، بس كل زمن لوحده، يعني بعد ما نشرح الزمن هنبدا ان احنا نحل عليه مباشره. Most students، معظم الطلاب at public schools، في المدارس العامه، يبقى معظم الطلاب يدرس اليهم. الطلاب هنا جمع ولا مفرد؟ جمع طبعا، فجمع طبعا اجيب بعده is ولا are طبعا. تمام، برافو عليك. يبقى master students are، واجيب بقى الفعل teach في التصريف الثالث يبقى اسمه ايه؟ taught، taught، يبقى are taught at public schools. بعد كده بنقول we not most students at public schools، يبقى احنا بندرس، احنا بقى بندرس، يبقى we teach most students. يعني الجمله اصلا صح يعني، الجمله صح يا سيدي، فانا فهمتك من اول خالص، من اول كورس بتاعنا ان ممكن يكون معانا اسئله اصلا صح عشان نشوف مدى استيعابك ايه. we teach، ما صح ايه we teach، لو كان مثلا الفاعل ده كان he مثلا، فساعتها هنقول teaches، نضيف لها اي اس. والفعل بيضاف ليه اي اس امتى؟ لما يكون الفعل اخره سي اتش او اس اتش او اكس او او وخلافه. most students at public schools. بعد كده بيقول لي who not، وعايز اعمل سؤال، انا عايز اقول مين اللي بيعتني بالبيبي، يبقى who look after the baby. تمام، ماشي، ممكن كمان نسأل who look after the baby، ما صح، who look after the baby، من يعتني بالبيبي، البيبي بيعتنى به بواسطة من. ماشي، ممكن نعمل هنا عشان البيبي مفرد، تمام، واعملها صيغة مبني المجهول كسؤال في مبني المجهول، واقول who is، واجيب الفاعل اللي هو the baby، who is the baby looked after، يعني البيبي بيعتنى بواسطة من؟ مين اللي بيعتنى به البيبي؟ مين اللي بيعتني بالبيبي يعني؟ تمام؟ ما هو البيبي يقع عليه فعل الاعتناء، الاعتناء ان احنا واخدين بالنا من البيبي يعني. طيب رقم الاخيره ديت you with your school homework، فطبعا ده سؤال you انت with your school homework، يبقى معانا مثلا يبقى مين برضو بيساعدك؟ يبقى who برضو سؤال who help، who help you، مين اللي بيساعدك with your school homework؟ مع ان المثال اللي برضه اللي قبله كان ممكن نقول برضه who look after the baby، مين اللي بيعتني بالبيبي، تبقى صح برضه يعني، مش ما فيش مشكله. طيب بعد كده رقم 2، القاعده رقم 2 صيغه المبني المجهول بس في زمن المضارع المستمر. زمن المضارع المستمر او المضارع المستمر بشكل عام بيتكون من مضارع، بص من اسمه ومضارع مستمر. مضارع ده يعني am with are، مستمر ده يعني فعل مضاف له ing، بس كده يا سيدي، هو بسيطه اهي. مضارع مستمر نبدا الجمله بالفاعل، وبعد الفاعل نحط am او is او are، وبعد الام والاز والار نجيب الفعل في المصدر مضاف اليه ing. زي ما انت شايف كده I am watching TV، انا بشاهد التلفاز. We are planting trees، احنا بنزرع الاشجار. يارا is visiting me، يارا بتزورني. اصبح دي كلها حاجات بتحصل مثلا في التوقيت الحالي، تمام، او بتحدث وقت الكلام. I'm watching TV now، انا بتفرج على التلفزيون دلوقتي. فطبعا دلوقتي التلفزيون يشاهد بقى بواسطه من، ده مش مهم بالنسبه لي، او ان انا بعبر اصلا عن الحدث، ان الحدث بالنسبه لي اهم اصلا، ده المبني المجهول برضه. فالمبني المجهول تعال بقى نعمل صيغه المبني المجهول كده في في الزمن المضارع المستمر.
اول حاجه احنا اتفقنا من شويه ان الفاعل زيه زي المفعول، مفيش حد احسن من التاني يا باشا، في ديمقراطي، في ديمقراطيه، مفيش حد احسن من التاني. تمام. مفعول في زي ما انا بقول، مش عارف الديمقراطيه ما لهاش علاقه عموما يعني، ام سوري، بس بقول لك يعني ان في عدل، في فير بين الفاعل والمفعول. زي ما الفاعل جه بعده زي ما المفعول لازم يجي بعده. يعني الفاعل جه بعده ام ويز وار، خلاص يبقى المفعول برضه بعده ام ويز وار. طيب بعد الام والويز وار الفاعل جاله فعل مضاف له ان جي، خلاص يبقى لازم برضه يجي لي فعل مضاف له ان جي. يعني اعتبر مثلا قبل الفعل بي ده خالص ان كان المفروض في شرطه ان جي، يعني في فعل مضاف له ان جي بس، من قبل ما نضيف بقى التصريف الثالث ده خالص. طيب دلوقتي المبني المجهول زي ما قلت لك من شويه بيشترط شرط ان الفعل الجمله الاساسي لازم يكون تصريف ثالث، لازم يكون تصريف ايه ثالث. طب ازاي انا هجيب فعل مضاف له ان جي يعني فعل الجمله، المفروض ده خلاص فعل الجمله، ازاي هجيب فعل الجمله مضاف له ان جي واجيب كمان تصريف ثالث؟ يعني ينفع مثلا اقول تي في از واتشنج واقوم جايب واتش تاني حطها تصريف تاني يبقى واتشد؟ يبقى كده مين بقى بيحل الازمه ديت؟ مين اصلا بيحل لي الازمات؟ الفعل بي. بالفعل بي حل لي الازمات، هيجي بقى الفعل بي هو في المصدر ويضاف له هو الاي ان جي، عشان يبقى فعل مضاف له ان جي زيه زي الفاعل، زي ما جه بعده فعل في المصدر مضاف اليه اي ان جي، ما هو بي برضه في المصدر صح ولا لا؟ يعني بي دي بتاعتنا بي اصلا فعل في المصدر مضاف له اي ان جي، وبعد كده تصريف ايه؟ تالت. تي في is being watched، التلفاز is being watched يعني يشاهد بواسطتي. trees الأشجار are being planted تزرع by us بواسطتنا. I'm being visited by يارا يعني أنا being visited يعني أنا أزار بواسطة يارا. طبعا زي ما انت عارف كده النفي خاص بالمضارع المستمر معانا am not isn't aren't زائد فعل مفعول جي، لكن هناك برضو amn't isn't aren't برضو بس زائد تصريف ثالث الفاعل ناقص بس being هنا، بس سوري المفروض هنا being، فانت ضيفها معلش ضيفها عندك انت يدويا كده being زائد تصريف ثالث. زي ما انت شايف كده معانا برضو some exercises بعض التدريبات على الجزئيه دي. بنقول اهو these birds هذه الطيور not right now، هذه الطيور عايز اقول تطعموا، طبعا طيور جمع فجيب بعدها ام ولا are these birds are being وقام بقى جايب الفعل بي وحاطط له ان جي بقى اسمه being are being fed. fed التصريف الثالث من فعل feed، يبقى these birds are being fed right now. الجمله رقم 2 بنقول we not these birds right now. right now دلوقتي، تمام. معانا بنقول اهو we not these birds، عايز اقول هم نحن نطعم الطيور، نطعم احنا بقى بنطعم، دي بقى الفاعل اهو، دي we feed we are sorry we are feeding واجيب بقى الفعل feed مضاف له ing. بعد كده الجمله رقم 3 how to make a cake، طبعا ده سؤال فبنسال مثلا من يعلم سما how to make a cake، مين اللي بيعلمها دلوقتي؟ يبقى who، عندنا هنا سما مفرد فنجيب بقى who is، لا هنجيب على طول الفعل على طول who teaching، نجيب الفعل من غير فعل مساعد who teaching سما، تمام. how to make a cake، تمام. who teaching سما. بعد كده الجمله رقم 3 الجمله رقم 4 TV not by him، فعندي هنا TV التلفاز لا يشاهد بواسطته، يبقى TV isn't عشان التلفاز مفرد isn't واجيب الفعل be واحط له ing يبقى being، يبقى التلفاز isn't being watched بالشكل ده كده، هذا الفعل watch احط له ed. بعد كده I not by سلمى، تمام. عايز اقول ان انا لا ازار بواسطة سلمى، يبقى I am not واجيب الفعل be واحط له ing يبقى being I am not being visited by سلمى. بعد كده when not وعندي هنا سؤال we deliver the report، يبقى مين اللي بيوصل الخطاب او متى are you واجيب deliver اللي هو يوصل واحط له ing when you delivering the report التقرير. بعد كده معانا this villa not now by the engineers، هذه الفيلا عايز اقول تبنى is اجيب الفعل بي احط له ing يبقى being is being built، هذه الفيلا is being built تبنى now by engineers بواسطة المهندسين. this painting هذا البينتينج، يعني ايه painting؟
هذا الرسم not at present by a great artist. هذه الرسمة عندنا هنا is being، واجيب برضو الفعل بيحط له ing، واجيب الفعل paint احطه في تصريف تاني يبقى painted بالشكل ده كده painted. is being painted at present في الوقت الحاضر by a great artist. اوكي ممكن نقف لحد صفحه 168 عشان بس الفيديو بتاعنا ما يبقاش طويل شويه. I'm so sorry ان انا طولت عليكم، والله انا اسف. بس احنا خدنا في المبني المجهول، خدنا المضارع البسيط المبني المجهول، وخدنا المضارع البسيط المبني المجهول، مضارع مستمر ومضارع بسيط، مضارع مستمر المبني المجهول ومضارع بسيط المبني المجهول. اتمنى ان كل الحلقه بتاعت النهارده تكون فادتكم افاده اكبر افاده باذن الله. بالنسبه للمبني المجهول او باقي المبني المجهول هنبدا مع بعض الحلقه اللي جايه ان شاء الله ان احنا نشرح مع بعض زمن الماضي البسيط بس في صيغه المبني المجهول والماضي المستمر، ونبدا نخش على المستقبل ومعظم الازمنه باذن الله. واتمنى بس من حضراتكم الدعم، لايك، سبسكرايب، ظبطوا الدنيا كده، كومنتات اكتر تمام عشان تدعمونا، وانتظروا كورسات اكتر باذن الله قريب عن قريب على قناتنا على اليوتيوب مستر احمد ابو سمره، ولينا كمان بيج على الفيسبوك باسم English with مستر احمد ابو سمره، الانجليزيه مع مستر احمد ابو سمره. واتمنى لحضراتكم دايما التوفيق والنجاح باذن الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.